النهارده هنتكلم عن اكتر جزيرة مفضلة للعرب. هنتكلم عن الجزيرة اللي زارها في 2016 اكتر من 4.5 مليون سايح. النهارده هنتكلم عن جزيرة بالي في اندونيسيا. وخلينا نبدأ كلامنا عن الإقامة هناك، ودي ممكن تحجزها من على booking.com. لو انت مسافر لوحدك وعايز توفر في الأسعار، فأحسن إقامة هناك هي الهوستلز، وأحسن منطقة تقعد فيها هي كوتا. لكن لو انتم رايحين كابلز وطالعين عشان تقضوا شهر العسل، فأفضل منطقة لو عايزين هدوء وطبيعة هي أوبود. أما لو حابين تبقوا في وسط البلد فهي منطقة سيمينياك. وفي حالة الهانيمون ممكن تقعدوا في فيلا الخاصة بيكون فيها بسين، أو لو عايزين حاجة فيها رفاهية ودلع أكتر فممكن تقعدوا في ريزورتس. وننتقل للنقطة التانية وهي تغيير الفلوس هناك. أحسن حاجة يكون معاك دولارات، ويفضل لو كانت الورقة اللي معاك ب$100 لأنك هتاخد عليها أعلى ريت تحويل من أي صرافة. ولازم تعد فلوسك كويس جدا بعد ما تحول عشان في حركات نصب كتير هناك، فبلاش تاخد فكة من الصرافة عشان ما تتوهش في الحساب. ونروح للنقطة الثالثة وهي المواصلات. وأحسن وسيلة مواصلات في بالي هي إنك تأجر سكوتر، ولازم تتأكد من النور والفرامل كويس جدا وإنت بتستلم السكوتر بتاعك. ولكن لو مش حابب تسوق سكوتر يعني، فأحسن شركة تاكسي هناك هي بلو بيرد عشان أمان وبيشغلوا العداد فالنصب قليل. ودلوقتي خلينا نتكلم عن أفضل الحاجات اللي هتزوروها وتعملوها في بالي. جزيرة بالي مليانة معابد مميزة جدا بأشكالها وأماكنهم وسط الطبيعة. أهم معبدين هما تنهلت واللي فيه منظر غروب وهمي لازم تشوفوه يا جماعة، ومعبد التاني هو أولواتو. ومن الحاجات الحلوة جدا في المعبد ده إنك تحضر رقصة الكيشاك دانس. وبما إنك في جزيرة فلازم نتكلم عن الشواطئ. طبعا اشهر ووتر اكتيفيتي ممكن تعملها هناك هي السنوركلينج والغطس. ولكن خلينا نتكلم عن ووتر اكتيفيتي تانية مهمة جدا في بالي وهي السيرفينج. حاول تتعلم وانت هناك لانها فعلا تجربة حلوة جدا جدا، بالذات وانت في كوتا بيتش. اما بالنسبة للناس اللي بتحب الفرق وعندها استعداد تعمل شوية مجهود وفي نفس الوقت تشوف مناظر طبيعية تحفة، فلازم يا جماعة تعملوا هايكنج لبركان باتور وتشوف الشروق الشمس من وانت فوق السحاب، منظر وهم. احنا دلوقتي الساعة 4 الفجر وطالعين ماونتن باتور. وتاني حاجة هي الرافتنج وسط الشلالات والخضرة. عن الطبيعة فما ينفعش ما نجيبش سيرة كمية الشلالات الرائعة اللي موجودة في بالي. ونيجي لأوبود، جنة الجزيرة كلها. حاول تقضي يوم هناك وتشوف الرايس تراس أو مزارع الرز وتزور غابة القرود. وخلي بالك وانت في الغابة من حاجتك كويس جدا لأن القرود هناك حرامية شويتين. نسيب الأماكن والأنشطة وننتقل للأكل. وأول أكلات لازم تجربها هناك هو أكل الشارع. وطبعا بما انك في جزيرة فلازم تاكل سي فود، وفي مطعم سي فود هناك حلو جدا اسمه هولي كراب، لازم تجربوه يا جماعة. اما بالنسبة للناس اللي بتحب تجرب المطاعم اللي الستايل بتاعها غريب شوية، ففي مطعم هناك اسمه كوزميك داينر، جربوا الميلك شيك بتاعه، تجربة رائعة. واهم حاجة تخلوا بالكم منها في الاكل ان ممكن يكون فيه لحم خنزير، لان بالرغم من ان اندونيسيا كبلد أغلبيتها مسلمين، ولكن بالي كجزيرة أغلبيتها هندوس. وأخيرا للناس اللي بتحب الشوبينج، نصيحتي ان انتوا تشتروا من الأسواق اللي في الشوارع، أرخص من المولات بكتير وفيها حاجات أحسن. وأهم حاجة يا جماعة الفصال الفصال الفصال، لازم تفاصل جامد جدا هناك.
كده كده 600 جنيه، وعشان حضرتك اول مره تنورينا يبقى 585 جنيه. 85. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو. ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب عشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتشوفوا الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم في الحلقة جديدة ان شاء الله، وسلام.